بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ الحمد لله بفضل الله. جبنا النهاردة بط بغال رمضان ان شاء الله من السوق. في الحقيقة الاسعار كانت غالية قوي، مش يعني مش البط بس، جميع الطيور كانت غالية خالص، علشان بتوافق شهر رمضان ان شاء الله. هقول لكم ان شاء الله جبته بكام، وهقول لكم برضو ازاي تفرقوا بين البط البغال والبط البكيني، لان بيبقى فيه شبه بينهم كبير قوي وهم صغيرين. يعني اللي بيبقى مش عارف ممكن يضحك عليه ويشتري بط بغال ويطلع في الاخر بط بكيني عادي. زي ما انتوا شايفين اهوت شكل البط البكيني خالص. ده طبعا مش كلهم انا شارياهم، دول شويه بط بغال. وكان في عندنا كام بطه كده مسكوفي على بلدي، اللي هو الاسود ده مسكوفي على بلدي. دول مش شارياهم، دول طالعين لنا يعني من تحت البطه. آه، هم دول اللي حجمهم صغير ينفع يتحط معاهم البط البغال اللي انا شارياه. يعني مش كل دول بط بغال، لا السود دول هم كبار شوية عنهم. دول مسكوفي على بلدي. اما الباقيين اللي لونهم ابيض هم دول البغال. البغال يا جماعه في منه اشكال كتير، في منه اسود وفي منه ابيض في اسود وفي منه ابيض خالص وفي منه اسود خالص وفي منه بني. يعني بيبقى ملون خالص شكل البط البكيني عادي. البكيني بيبقى ملون عادي. قبل ما اقول لكم الفرق بينهم هقول لكم ان البط البكيني نوعين يا جماعه. في بط بكيني بيشيل لحم وبط ما بيشيلش لحم. قبل ما تشتريه، لو هتشتري بط بكيني تقولي له انا عايزه بط بكيني من اللي بيشيل لحم. بيبقى له مسميات كتير، بيبقى اسمه بكيني فرنساوي او بكيني ستار او بكيني شروفان فرنساوي. كل دي اسامي تبع المنطقه، او المعمل زي ما بيقول عندك ايه. يعني يا اما يقول عليه ستار او فرنساوي او شهرمان، لا مش شهرمان، عفوا شروفان، او ستار او فرنساوي او بيور. الاسامي دي كلها للبط اللي بيشيل لحم. لكن هو في الحقيقه البط الباكين نوعين بس. اما جعجاع، ده اللي ما بيشيلش لحم خالص يا جماعه. واما الاسامي اللي انا قلتلك عليها دي كلها بتبقى في الاخر نوع واحد، اللي هو بيبقى باكيني بس بيشيل لحم شويه. وبيبقى الباكيني بيبقى ملون كده. والباكيني يا جماعه اما بيكبر اهم حاجه بتميزه ان هو بيبقى صوته عالي، وبيعمل دوشه كده وبياكل كتير، وبيبقى محتواه من اللحم آه، يعني كويس. ايوه، بس بيبقى فيه نسبة دهن عالية عن البلدي وعن البغال. عشان ما توهكوش، يعني ده مش موضوعنا، انا بس بديكوا نبذة عن البكيني العادي عشان تعرفوا تفرقوا بينه وبين البغال. ال- البغال برضو يا جماعة نوعين. يا اما بغال محلي او مولر محلي، يا اما مستورد. طالما جبتي البغال عمر يوم اعرف ان هو بغال محلي. عمر البغال المستورد ما بيجي عمر. والاسم المولر ده يا جماعة يعني بغال برضو. يعني لما يقولك مولر يعرف ان هو بغال. يا اما مولر يقولك عليه، يا اما مولر يا اما او بغال عادي، الاتنين واحد. بس زي ما قلت لكم كده هو نوعين، اما مستورد او محلي. انا هو افضل طبعا المستورد، طبعا ما فيش كلام، هو اللي بيجيب اوزان كبيره جدا. اللي قدامنا ده مولر محلي مش مولر مستورد، عشان نكون واضحين. الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ان المولر المستورد بيكون اغلى من المولر المحلي، وبيكون جاي عمر اسبوعين اقل حاجه، وبيكون سعره عالي شويه، وبيكون اهم حاجه بقى تقدري تفرقيهم خالص. يعني اللي حتى ما بعمره مربى قبل كده ان المستورد بيكون عينه حمرا. المستورد بيكون عينه حمرا، اما المحل بيكون عينيه عاديه خالص. يبقى كده عرفنا دلوقتي الفرق بين المولر المحلي والمولر المستورد، والفرق بينهم ايه والاحسن بينهم ايه. اللي هو المستورد طبعا بكتير، هو اللي بيوصل لوزن كبير خالص. كمان حاجة بسيطة هقولها لكم كده. المولر المستورد يا جماعة، لو انتوا فاكرين ان انتوا هتسيبوه عندكم وتفرخوا منه او يطلع بيض منه ويكسر البط وكده ويبقى عندكم سلالة منه، ده مش هيحصل، لانه بيبقى عقيم. هو بيبيض وكل حاجة بس البيض بتاعه ما بيطلعش. فلو بتفكروا ان انتوا تعملوا التجربة ديت مش هتنفع. المولر المحلي اللي ممكن بينفع عادي. لكن البغال المستورد ما بينفعش يا جماعة، لانه اصلا التلقيح
التلقيح بتاعه بيبقى صناعي، مش يعني عن طريق الإنسان، مش بيبقى عملية طبيعية كده يعني إنتاجه بيبقى يعني بيبقى الأب مسكوفي والأم بكيني، بس التلقيح بتاعه بيبقى صناعي مش طبيعي. جبت البط ده بكام بقى والاسعار كانت ايه؟ البط ده، بس ما تنسينيش في اللايك لو تكرمتي، لو كنت وصلت لحد هنا. البط ده انا كنت جايباه النهارده كانت الست بتقول الاتنين او الجوز ب85 جنيه، فين وفين على ما نزل يعني 80 جنيه. البطه ب40 جنيه، البطه ب40 جنيه. والفرق بينه بقى، عشان منساش الفرق بينه وبين الباكيني، او ازاي تقدري تفرقي بينهم لو انت بتشتري زي ما قلنا كده، لان هما شكلهم شكل بعض خالص. اهم حاجة تبصي على المنقار والرجل، المنقار والرجل. الباكيني بيبقى المنقار بتاعه اصفر خالص والرجل بتاعته صفرة، المنقار اصفر والرجل صفرة. اما هنا بقى هتلاقي المنقار بيبقى ابيض خالص مقارب للمسكوفي. يعني انت لو بصيت على منقار المسكوفي او البط البلد اللي عندك وهو صغير، هتلاقي المنقار بتاعه ابيض كده شوية مش اصفر. لكن المنقار في البط الباكيني بيبقى اصفر، يعني الصفار بتاعه واضح جدا. طبعا دول مفيش فيهم باكيني، ما جبتش في باكيني، فمش عارفة اوضح لك الفرق قوي. لكن المنقار اهوت بيبقى مبيض، ما بيبقاش اصفر خالص. ده بيبقى البط البغال. وكمان بيبقى الرجل بتاعته بيضة برضو. في الباكيني بيكون الرجل صفرة والمنقار اصفر. دي حاجات طبعا عارفها اللي بيربي على طول، وبيعرف يفرق بينهم حتى وهم صغيرين، فدي حاجات خدي بالك منها. لو انت عايزة تجيبي حاجة كويسة خالص كده يعني لرمضان، هاتي البغال المستورد ده طبعا في المقدمة خالص، لانه ما شاء الله بيوصل معاك اوزان كبيرة جدا، وبيكون الجلد بتاعه ما مش شايل دهن كتير زي الباكيني. عايزة تجيبي حاجة اسرع، هتجيب البط الباكيني. البط الباكيني بيتذبح بدري عن البط البغال والبط المسكوفي. بس بيكون الجلد بتاعه تخين شوية او محتواه عالي شوية من الدهن. ده ممكن تقلليه شويه بان انت في يعني قبل ما تذبحيه بشويه تنشفي الاكل عليه شويه، يعني ما يبقاش فيه تشيش كتير، ويبقى فيه مثلا سرس طبعا، لان معروف ان الباكيني بياكل كتير جدا جدا مش هتلاحقيه اكل، فتضيفي السرس للاكل بتاعه عشان الدهن بتاعه ينشف شويه، وتسيبيه مده اطول شويه، فده هيقلل الدهن اللي بيبقى فيه، وبيزود كميه اللحم. يبقى اللحم بيزيد والدهن بيقل كل ما نسيب البط الباكيني شويه عندنا، يعني ما نستعجلش عليه في الذبح. وفي الحقيقة الأسعار كانت في السوق النهاردة عالية خالص يا جماعة، مش البط المولر بس اللي كان غالي، لا كل الأسعار كانت غالية. الكتكوت الأبيض عمر يوم ب9.5، ده في المعمل مش في السوق. في السوق والتجار موصلينه ل12 جنيه، والساسو موصلينه ل10 جنيه، والبلدي موصل ل7 جنيه. طبعا ده سعر سوق مش سعر معمل. والباكيني موصلينه برضو ل10 جنيه، وعمره اسبوعين تقريبا. مش فاكرة الصراحة يا جماعة. الباكيني لا، ما روحتش عند الباكيني. فالملاحظ اللي كنت ملاحظاه في السوق كله ان الاسعار كلها غالية جدا، ودي بعد ما يعني اما اسعار الاعلاف نزلت شوية فالمعامل ما صدقت ورفعت اسعار كل حاجة عندها. هي ايوه كانت بتخسر الايام اللي فاتت، كانت بتبيع الكتكوت الابيض بجنيه والساسو ب2 جنيه، وكانت كانوا بيبيعوا الفراخ اقل من سعر البيضة، فبيعوضوه بقى دلوقتي. بس يعني بصراحة مش المفروض يعني ما يبقاش قوي كده، يعني يبقى حاجة خير الامور الوسط، يكون اقل من كده شوية. خاصة يعني ان احنا لسه ما دخلناش في الموسم بتاع تربية رمضان، يعني لسه ما دخلناش فيها. امال لما ندخل فيها هيبقى الكتكوت بايه؟ ما اكيد هيوصل ل20 جنيه. حابة افكرك لو استفدتي باي حاجة او عرفتي بعد الفيديو ده تفرقي بين البط الباكيني والبط البغال، ما تنسنيش في اللايك لو تكرمتي، عشان القناة تتحرك شوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.